بغيتي دوز اسوء رمضان في حياتك، دير هاد 10 د الحوايج. هاد الاولى للاسف ولات عاده ان احنا المغاربه ديما الفيق حتى العصر، زعما راه قصرتي النهار، انت فين صمتي اصلا؟ راه غا كليتي نعستي فقتي عاودتي كليتي. الهدف من الصيام راه ماشي ما تاكلش، غير تحس بداك الجوع وتصبر. الثانيه كطرى ملي كتفيق مول العصر كتسخن للدار وكتخرج للتورنوه تجيب المغرب. المشكله راه ماشي في التورنوه، في تخسر الهضره اللي تيكون فيها. من الاخر نهار رمضان من الاحسن دوزو بعيد على صحابك، الا شتيهم راه واخا يكون عندك الصبر ديال سيدنا ايوب غتخسر الهضره. ثالثا اسوء حاجه كيديروها الدراري وحتى البنات، لكن الدراري اكثر العاده. وما كندويش على داك اللي كيديرها في الصباح، هذاك لا نعتبره اصلا، كندوي على داك اللي كيقول لك وراء العشاء افعل ما تشاء وكيديرها في الليل. ربي مد لك فرصه وانت قلتي ليه لا. ورمضان راه فرصه باش تقطعها ماشي باش ديرها. رابعا بالروج ولا في رمضان من الصلوات كاملين اللي كنصليو في الجامع المغرب والعشاء. دابا حاول غير انت نسى صحابك، هذا رمضان دير هدف صلي كلشي في الجامع، اصلا راه تيكون عامر تلاقى مع الحباب والصحاب. خامسا اكثر شهر ما كنستافدوش منه هو رمضان، راك كتنقص السوايع ديال الماكله والنهار كيطول، عرفتي شحال ديال الوقت وكتضيعو. حيد السوشيال ميديا والنعاس واستغل هاد رمضان، بني عادات جداد، قراءه، تريني. سادسا بلا ما يكون عقلك في طيزك كتسول واش الموسيقى حلال ولا حرام باش تصنت لها، بعيدا على الدين. شي غير هاد القيطه اللي ما قدرتيش تستغنى عليها كتبين انها بليه، وما كايناش شي بليه ما عندهاش اضرار. الاضرار اللي كتسبب الموسيقى لعقلك راه لا تعد ولا تحصى. ونزيدك اكبر دليل على انها حرام هو انك سولتي واش حرام، وكون كانت حلال راك كاع ما غتسول. واستغل هاد رمضان وقطع كاع داكشي الخايب اللي كدير. الشيء اللي غيدينا الحاجه السابعه هي كتفرج في الافلام والمسلسلات. انا راه واخا جلابه ماشي فقيه ما غنتناقش معاك في واش حلال ولا حرام، لكن المسلسلات هي الوسيله باش كيبرمجوك وكتبقى منخنخ، كتسنى يوقعوا لك شي حوايج ما كاينينش اصلا في هاد الحياه، بلا ما تفرج فيهم راه مصلحتك اصلا. الحاجه الثامنه في رمضان كنكونوا النهار كامل صايمين، الجسم والمعده كيرتاحوا شويه حتى كيجي الفطور وكتندم ديك المعده. غتخيل الشباكيه والسفوف والبغرير والحريره والعصير واتاي مخلطين في بلاصه وحده في نفس الوقيته، وراه بزاف. نصيحه الفطور ما تاكلش داكشي اللي طيبوه الدار، صايب فطور ديالك صحي وما تاكلش بزاف. رمضان راه شهر الصيام، حنا ردينا شهر الماكله. الحاجه التاسعه اكفس حاجه تقدر دير في هذا رمضان هي ما تحاولش تقطع البليه. السي محمد واش ما كتشوفش راه فرصه هادي، النهار كامل وانت قاطع وباقي حي، علاش كتكمي ملي كيودن؟ جوج كلمات نقول لك من الاخر انت اللي ضعيف، ولكن ترويج لصلي وقطع وتوقع عليك حاجه من هاد الجوج، ما غتموتش غيضرك راسك مزيان في الاخر تقطع، ولا غتموت وغتمشي للجنه. رابح في الحالات بجوج. اخر حاجه وهي اخطر حاجه واكثر حاجه كنديروها في رمضان هي كتدخل من التورنو وكتبقى فايق حتى للسحور، كدوي معاها كتلعب كتفرج ما سوقيش. ما غنقولكش كيوقع للخلايا ديال عقلك ملي كتسهر، لكن كافيك انك كتكمل نهار كامل ناعس وما كتقضي حتى غرض. وشوف من الغباء ديالك كنسولك داكشي صارتي شنو استفدتي منه؟ بدات غمغم عليا. عرفتي دابا شنو ما خاصكش دير وعقلتي فاش قلت لك خاصك تستغل هاد رمضان باش تقطع العاده السريه؟ شوف هاد الفيديو راه فيه تفاصيل خطيره وخطوات عمليه باش تقطعها في هاد رمضان.